أهلا بكل مستمعي إذاعة الشرق الأوسط. معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الرحمة مع النفس وعن الصوت الداخلي وإزاي طريقتنا مع نفسنا بتظهر في علاقتنا. والنهاردة هنتكلم عن حاجة ناس كتير عايشاها من غير ما تنتبه ليها. عمرك وافقتي على حاجة وانتي من جواكي رفضاها؟ طب عمرك ساعدتي حد وانتي محتاجة اللي يساعدك؟ سكتي عشان تتجنبي الزعل والمشاكل وبعدها حسيتي انك بتتعبي او متضايقة او انك مش شايفة نفسك اصلا؟ في فرق بين الحب وبين الغاء نفسك، وفي فرق بين الاحتواء وبين انك تتحملي فوق طاقتك عشان تحافظي على رضا اللي حواليكي. كتير مننا اتعود يربط قيمته برضا اللي حواليه. لو الناس مبسوطة منه هو هيبقى كويس، ولو الناس زعلانة يبقى أكيد هو السبب. ومع الوقت بيبقى أكبر همه إزاي محدش يزعل منه حتى لو على حساب نفسه. والغريب إن الإنسان أوقات ما بيكونش منتظر التقدير وبس، هو بيكون منتظر إن هو يتشاف وتعبه يكون مفهوم. عشان كده بيبالغ في العطاء وبيسكت كتير وبيتحمل فوق طاقته، وبعدين يتفاجئ إنه من جواه متضايق تعبان حاسس بوحدة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بحدودنا البشرية وبحقنا في الراحة والرحمة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني النفس لها طاقة ولها احتياج ولها حق في الراحة قبل ما تحمليها فوق قدرتها. وده بيظهر جدا في العلاقات. زوجة بتسكت عشان البيت يفضل هادي، أو زوج بيشيل فوق طاقته عشان ما يكونش مقصر، لكن مع الوقت الكتمان بيتحول لضغط، والضغط بيتحول لبعد أو انفجار أو لوم متبادل. خلينا نجرب خطوة بسيطة النهاردة. خدي نفس عميق وخرجيه بأبطأ صورة ممكنة. قبل ما توافقي على أي طلب اسألي نفسك بهدوء: أنا بعمل ده عن اقتناع ومحبة ولا عن خوف من زعل أو لوم أو رفض؟ السؤال ده هيكشف لك نيتك الحقيقية وهيساعدك تفرقي بين العطاء الواعي وبين الاستنزاف الداخلي. وافتكري دايما بدايات الحكايات كلها جواكي. ركزي وهتكتشفي لوحدك. جربي النهاردة موقف صغير تلاحظي انتي بتقولي أيوة عشان عايزاه فعلا ولا عشان خايفة من النتيجة. شاركينا في التعليقات. لو حسيتي انك طول الوقت بتحاولي ترضي الناس وتنسي نفسك في الطريق، جلسات الكوتشنج بتساعدك تشوفي أنماطك بوضوح وتتعلمي تحطي حدود ليكي وتكوني أهدى مع نفسك. في الحلقة الجاية هنتكلم عن ليه كلمة بسيطة بتوجعنا أحيانا، وإزاي جروحنا القديمة بتفلتر كلام الناس النهاردة وتخلينا نفهم قصدهم بطريقة تجرحنا. وافتكري كل كلمة بتقوليها لنفسك إما بتبني سلام جواكي أو بتزود ضغط عليكي. اختاري كلامك عشان يساعدك تقربي من نفسك بهدوء ووعي أكتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كان معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك على إذاعة الشرق الأوسط.